يا مساء الكورة. الاهلي بيقدر ان هو يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف في البلاس 90 كعادة الاهلي، وربنا ما يقطع علينا عادة. احنا قلنا دايما مع الاهلي اوعى تفتكر ان الماتش خلص ورايح ضربات جزاء لغاية ما الحكم يصفر. وبصراحة معظم الناس كانت قلقانة، معروف احنا بنكسب البرونزية بنرجع يا اما بنتعادل يا اما بنخسر، فالحمد لله الاهلي كسر العادة دي وكسر كمان الاجهاد اللي كان واضح جدا على معظم اللاعبين اللي ما بدأوش المباراة او حتى اللي كانوا بيلعبوا. وطبعا ما تقدرش تطلع من غير اصابات، الشناوي اتصاب ونزل مصطفى شوبير، والشناوي مش هيلعب مباراة النهائي بس بشكل كبير هيكون جاهز هو وياسر ابراهيم افريقيا. لو انت اتفرجت على الماتش او ما اتفرجتش فتعال انا اقول لك ملخص المباراة ما بين الاهلي وسيراميكا. وكالعادة المباراة دي بعنوان مسلسل الفرص الضائعة ما زال مستمر من كل اللاعبين. شوف انت ممكن تغير وتبدأ بكريم فؤاد وتاو وطاهر وبس برضه هنضيع. انا بجد تعبت كل مباراة نقعد نحسب كم الفرص اللي جت الاهلي وكم القرارات الغلط اللي لعيبة الاهلي كان المفروض تاخدها في اللمسة الاخيرة. سيراميكا طوال المباراة كان بيلعب على اساس النفس الطويل، اللي هو انا عارف ان الاهلي مجهد فانا هسيب ان هو يدي الباور بتاعه ومش هضغط عليه، وما كانش عنده تحولات هجومية في الشوط الاول اللهم كورة واحدة. بص اول كورة امام عاشور بيديها لتاو، وبص يعني اللعيبة لسه في ظهره والزوايا مفتوحة. بص هو بقى بيقرر يستنى لحد ما اللعيبة تضغط عليه وبسام يطلع يقفل عليه كل الزوايا. كلكت تاني مرة اوعى تفتكر ان احنا خلصنا. بص هنا تاو بيديها لطاهر، بغض النظر ان المدافع غلط فيها وطاهر خدها، دي تتعمل لوب ازاي يا طاهر؟ يعني هو اصلا بسام طالع ورافع ايده، انت هتحطها لوب فين؟ حتى لو ما كانتش خرجت بره ما هو كان هيطلعها بايده. يعني الزاويتين مفتوحين بتتركب في زاويه من الزاويتين، لكن لوب ازاي؟ طيب نبذه تانية عن الفرص دي، كانت رمية تماس ايوه اللي اللعيبه قعدوا يزعقوا فيها ان كان في كورتين، وحسين الشحات بص بيديها لكريم فؤاد، دي جون. لا تعليق مش قادره اعلق. طب اعمل ايه؟ خد من كده بقى فرص كتير قوي مش محتاجين نقعد نتكلم عن كل فرصه منها، كلها فيها عامل واحد، ازاي كولر بيخلق الفرص وازاي لعيبه الاهلي بتضيع الفرص. الشوط الاول عدى تقريبا بنفس ما احنا شايفين، الشوط التاني بقى ايمن الرمادي ابتدى ينزل بهجوم معاكس، ابتدى ان هو يضغط فعلا وعمل فرصه كانت خطيره جدا في اول الشوط. وهنا انا عايزه اتكلم على حاجه بشوفها بتتكرر اوقات كتير، سرحان من دفاع الاهلي في الكرات العرضيه او في الكرات الثابته. دي كوره ثابته خلاص المفروض ان احنا واقفين ومجهزين نفسينا. بص هتلاقي الكوره اهي جنب عبد المنعم والمهاجم بتاع سيراميكا، بص هو سبق ازاي منعم وقدر ان هو ياخد الكوره، لسه منعم بيحلق عليه وقدر يباصي الكوره. وبص هنا الراجل لوحده، يعني هي الكوره نازله له، دي جون. ليه بقى؟ لان هو اصلا لو بصيته في الصوره اللي قبلها بص الرقابه اللي عاملينها لعيبه الاهلي سواء السوليه او كوكا سايبين له مساحات وهو واقف براحته، فطبيعي لما اتحرك دي كانت جون. ودي كوره متكرره بتحصل جدا لازم لعيبه الاهلي تركز. انت بص كمان كنت بتشوف سيراميكا ساعات بتعمل ضغط عالي عليك عشان تمنعك من بناء اللعب، بس ما بتعملوش لوقت طويل جدا عشان اللياقه البدنيه مش هتسمح. من الحاجات كمان السلبيه اللي كانت موجوده امبارح الميس بوس اللي بيتعمل في حتت خطيره جدا. انا مش عارفه بصراحه ده بقى اجهاد ولا ده عدم تركيز. بص هنا كانت كوره ما بين امام عاشور وهاني، بص قطعوها رايحين بيها انفراد. مش بتفكركم بحاجه الكوره دي؟ ايوه صلاح لما خد الكوره وهم ضيعوا، برضه هم هنا ضيعوا، بس هناك كانوا رايحين 4-1، هنا الحمد لله 3-. هي من هاني في اخر الماتش كان لسه الاهلي ما جابش جون في الدقيقه الثانيه. بص ميس بوس بيتعمل طلعوا عليك بكاونتر اتاك، يمكن قندوسي بس كان مرهق فلعبها وحسين الشحات هو اللي مطلعها. وهي دي الحاجات الصغيره اللي ايمن الرمادي كان بيلعب عليها. هو مدرب محترم جدا وقدم مباراه كويسه جدا، بس كفه الاهلي مالت نتيجه الخبرات بتاعه لعيبه الاهلي وعشان موجود امام عاشور نجم المباراه الاول بلا منازع. دي كانت صوره للخريطه الحراريه بتاعه امام عاشور. بص هو في كل مكان، هو فعلا اتحرك في كل مكان. يمكن في اول الشوط الاولاني كنت هتلاقيه مركز اكتر ناحيه جبهه تاو وفي العمق، وبقى عنده لا مركزيه ما بين تاو وما بين هاني وما بين امام هايله جدا. ده اوقات بتلاقي الثلاثه طالعين في الهجمه، بص هنا تاو اللي واخد العمق وبص مين جوه هاني، وهو كمان في اوقات بتلاقي تاو كمان ضم عليه بقى في العمق او موجود هنا كمهاجم تاني، وامام عاشور في العمق وهاني كمان بيدخل لجوه عشان كولر يعمل زياده عدديه، فالفرقه التانيه متبقاش عارفه طب انا همسك مين، انتوا فين؟
او انت بتلاقي امام عاشور هو اللي ابتدى ياخد الطرف، بس هو كان في المعظم بيلعب فعلا من عمق المباراة وقدر يشكل خطورة كبيرة جدا، وكانت ليه اكتر من تسديدة طوال المباراة. في كورة كان عنده باد لك فيها، وفي كورة اللي بسام ضحك فيها كده اللي هو صدتها اهي. شوف سبحان الله، عشان الضحكة دي ربنا كتب له الجون الاخير. الشوط التاني بقى وكولر كان بيقول ان في تريكة عملها مع امام عاشور بعد ما تاو خرج نزل حسين الشحات. هتلاقي انه امام عاشور بقى مايل اكتر ناحيه جبهه معلول، او قبليها كان خالد بعديها خالد عبد الفتاح عفوا، وهو اللي بيكمل في اوقات كثيره جدا على الخط، وحسين الشحات اللي بتلاقيه في بص هنا حسين الشحات فين عند الصوره، وامام عاشور هو اللي واخد الطرف وحسين هو اللي واخد زي هتلاقي الكره دي اللي مودست لف فيها وطبعا شاطها بس في السما. هي نفس الفكره دي التريكه اللي كان بيتكلم عليها كولر. بص هو جه على الخط والمساحات، وهو ابتدى هنا يقول ايه، انا كل ما بديكوا الكوره عماله بتضيع، طب ما اخدها مجهود فردي ونجرب. هو فعلا كان محظوظ فيها، بس ده عشان يتوج مجهوده طوال المباراه. فبقى امام عاشور مديك ميزه خط النص اللي بيبقى بيتحول لجناح، اللي ما كانتش موجوده ولا في ديانج ولا في حمدي فتحي ولا في عمرو السوليه. التسديدات اي نعم لسه ما جابتش الفعاليه بتاعتها، بس لو امام اتدرب عليها هتجيب. الفكره كمان اللي بيعملها في الضغط، وبيقدر ان هو يستخلص الكوره، سواء الاهلي بيعمل ضغط عالي او سواء في خط النص، دي بقت اتطورت جدا عند امام عاشور. فهو بقى لاعب جوكر وبيقدر يدي حلول كتير لكولر في المباراه. الحاجه الوحيده بس اللي ساعات بتنقصه انه ساعات بيبقى ايه، لاعب مهاري او فيفضل يرقص الاول والتاني والتالت فتنقطع. هنا بقى لازم يبقى عارف امتى خلاص رقصت الاول والتاني والتالت والرابع اباصي بقى عشان الخامس يجيب جول. وطبيعي معروفه اللاعب اللي بيكون عنده مهاريات ساعات بيكون عنده سنه انانيه، فده طبيعي. ولكن امام لازم يشتغل انه يبقى مع الفريق زي المباراتين اللي عاملهم الاخرانيين دول. المباراه دي هو نجم المباراه، المباراه اللي قبلها كمان هو نجم المباراه. في لاعب تاني بجد لازم ياخد حقه هو ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم كان بيقدم مستوى هايل في كاس العالم للانديه، ولسه بيقدم نفس المستوى. الكوره دي عبد المنعم طلع تمركز بشكل غلط جدا وساب المساحه وراه كانت كبيره. وهنا بص ياسر ابراهيم بيحط رجله في اللحظه المناسبه قبل ياسر ريان وبيمنع هدف محقق بجد لياسر. امبارح منعم فيه كورتين كده كان بيسرح وياسر هو اللي بيرجع ينقذه. طبعا منعم هو من افضل المدافعين الموجود في افريقيا، بس لازم نركز. انا مش عارفه ده قله تركيز ممكن او ان هو كان مجهد، هو لعب كل المباريات فليه حق ان هو يكون فعلا مجهد ومش عارف يريح، وداخل على افريقيا فمش هيريح. وبامانه لو تسالوني ياسر ابراهيم يستحق ان هو يروح المنتخب مع محمد عبد المنعم، بصراحه بيقدم اداء محترم جدا. في النهايه الاهلي عنده مباراه مهمه قدام فيوتشر، بطوله جديده ان شاء الله الاهلي يقدر يعملها. انتوا بقى من رايكم مين كان افضل لاعب في المباراه ومين هو كان اسوأ لاعب في المباراه؟